السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أميرة صابر من قناتي أميرة في مطبخي. النهاردة معانا فيديو جديد. انت بقى أي وصفة لطريقة عمل صابون سائل ووفري فلوسك، وهتعملي معايا أحلى صابون سائل وقوامه تقيل زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. قبل ما نبدأ الفيديو هنسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض الفيديو. هنا بلاستيكية أو وعاء فاضي، وهنا معجون صابون السائل. يعني احنا جبنا عجينة الصابون السائل، سعرها في متناول الجميع. يعني هو سعرها مش غالي جدا وموفرة معاكي جدا، بتعملك من 8 ل10 لتر صابون سائل بأقل فلوس. هتروحي عند اي حد بيبيع منظفات او مستحضرات تجميل، هتسألي على معجون صابون السائل. يعني هو مكتوب بيعمل من 6 ل8 لتر، بس هو بجد بيعمل كتير. يعني بيبقى قوامه كمان تقيل جدا، يعني بيبقى مركز جدا. في بيجي الكيسين دول بيبقوا جايين مخلوطين على بعض جاهزين عادي وبتخف فيهم، وفي بيجي العجينة الواحدة هي زي ما انتم شايفين، والبودرة بتاع الليمون والريحة والنظافة بتاعته. بس بجد انا ما جربتش هو بالبودرة. الكيسين اللي انا جبتهم قبل كده جايين بالبودرة بتاعتهم، بس بجد تحفة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله هيعجبكم. هنا احنا فضينا عجينة الصابون السائل وعليها الكيس البودرة بتاعت الريحة واللون والنظافة بتاعته على بعض، وهتقلبيهم كويس جدا لحد ما البودرة بتاعتك تدوب تماما في قلب العجينة. لسه باين حتى على شكلها ان هو لسه ما دبش. هت... هتعمليها بقى ايه، هتدوبيها كويس قوي علشان القوام بتاعك يطلع مظبوط و100%. يعني هنا بدأت تدوب معايا، حتى ايه باين على شكلها في قلب البلاستيكية بتاعتنا. هنقلبهم، لازما تجيبي حاجة واسعة علشان ياخد الكمية كلها، ما تجيبيش حاجة صغيرة ويجي تعمليها تاني تلاقيها مش مكفية فترجعي تنقليها في واحدة اكبر. هنا ده آه، شفشق او دور فيه رتلين مية، هنزل بيه واحدة واحدة، مش هنزل كله على بعضه، هنزل بيه حبة حبة علشان البودرة بتاعتي تدوب والعجينة بتاعتي تبقى مظبوطة 100%. همشي معاك واحدة واحدة في الفيديو علشان نمشي على الطريقة المظبوطة. بيبقى ايه بتدوبيه كويس قوي. يعني انا هنزل بايه، ب4 شفشق، يعني ب4 شفاشق من المية، يعني 8 لتر مية. والقوام بتاعه زي ما انتوا شايفين في اول الفيديو كان تقيل جدا. لو انت بقى حابة تخففيه، حابة ان هو يبقى اتقل من كده، فانا القوام بتاعه كان مظبوط جدا بالنسبة لي، ورأيي عن رأيي بيختلف. هنا انا هنزل اهو بالمية تدريجي، مش هنزل بيها كلها مرة واحدة عشان العجينة بتاعت الصابون ما تفصلش منك وتبقى خفيفة. يعني ايه، مش هتبقى تقيلة مهما ايه نزلتي بقى ايه ومهما سبتيها. حتى لما بتنزل بيه بالمية وتشوفي القوام بتاعه بيبقى تقيل زي ما انتي ماشية ورايا، بيتقل كده يعني كل ما بيقعد معاكي وكل ما بيتقل. يعني انا الكيس، في كيس بيبقى 6 رتل، وفي كيس من 6 ل8، يعني من 8 رتل. معروف ان هو 6 او 8. اللي هو ال6 رتل بيعمل 25 جنيه للكيس. يعني انتوا متخيلين سعر 6 لتر صابون ب25 او 8 رتل صابون ب30؟ ده السعر. يعني انت لما بتيجي تجيبي الجيركن اللي هو فيبا كبير اللي هو ال8 رتل
بيقطع معاكي 90 جنيه وانتي طالعة. يعني شوفي بقى ايه، سعر من مكان لمكان يختلف. مهما كان هتبقى انتي موفرة، ومش وصفة هتعمليها وهتبوظ منك مثلا، هتبقى انتي مطمنة وانتي بتعمليها. بس انا حبيت اوصل لكم المعلومة من طريق فيديو. وشايفين الروة بتاعته جميلة جدا، ولا ريحته. لو كان التليفون بيعبر عن الريحة او بيوصل للريحة كنت وصلتكم ورحت جبتوه دلوقتي. حتى ايه، مش محتاج الوان، مش محتاج بوتاص، يعني مش محتاج اي حاجة من الحاجات دي. يعني لما تيجي تجيبي الربع كيلو بوتاص ب40 جنيه، لا انا اوفر اروح اجيب عجينة المعجون السائل، ومش هتكلفني اكتر من 30 جنيه ان شاء الله. وبتسيبيه لمدة ساعتين. ده كان عدى عليه صراحة 4 ساعات. يعني انا على ما خلصت اللي ورايا، شايفين اللون، شايفين القوام بتاع الصابون بتاعي تقيل جدا، يعني ماهوش خفيف. يعني انت لو حابة تخففيه عن كده، حابة تسيبيه اتقل من كده اللي انت حباه، لكن هو بجد كل ما بيغيب معاكي كل ما بيتقل معاكي. زي ما انتم شايفين، يعني قوامه بجد كان تحفة، وريحته كانت مالية الشقة عندي، معطرة الشقة عندي كلها ليمون. اتمنى ان انتوا تجربوه ومش هتندموا والله لو جربتوه. ومش مهم نوع معين، وهوريهوكوا عمليا. يعني هنشطب مطبخ بقى ايه، بما اننا عاملين الصابون النهاردة ايه. شايفين من غسل ايدي مكان الصابون الرغوة بتاعته عاملة. انا حطيت حبة صابون، مش هحط غيرهم. يعني هنشوف الرغوة مع بعض ايه في الغسيل. ولو وصلت للفيديو بتاعي لحد دلوقتي، احب اقولك يا حبيبتي اشتركي في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. وما تنسيش تكتبيلي تعليقك ورأيك في الفيديو ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وهنكمل بقى مع بعض غسيل. هنا بجد الرغوة شايفين بانت هيان في اللون الاسود، وبينضف جدا، وبالذات الألمونيا بيديها لمعة، والسلستين بيديله اللمعة. يعني حاجة كده والله بجد مش هتندموا لو جربتوها. هنا هوريكم اللمعة اللي بديها للألوان بجد. لمعة لونها يعني كفاية بقى النظافة والريحة، وبيشيل الدهون. يعني حاجة كده بجد تحفة والله. هنا هيبان معاكم بقى ايه في الشوكة والمعلقة. بدي الحاجة لمعة وشكل ونظافة وريحة بجد. يعني هتوفري كتير، ومش وصفة انت هتعمليها وهتبوظ. يعني انت هتخافي تعمليها، لا، دي حاجة جاية جاهزة انت تشتريها من اي مكان واي نوع. بس اهم حاجة يكون نوع موثوق فيه. اتمنى بقى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وما تنسوش بقى لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. ولو الفيديو بتاعي عجبكم تشيروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.